في الميد بلوك ينفع تعمل اوفرلود على الخصم لو معاه كوره في ناحيه معينه في الملعب. يعني زي ما انت شايف هنا، بص ينفع تعمل كده زي ما انت شايف الوضع، تخلي الملعب كله بحيث تعمل اوفرلود على الخصم وتضغط عليه. وممكن هو بقى يغير يعمل سويتش، بس هيبقى فيه اللي انت تلحق نفسك لو عمل سويتش او حتى عمل ايزوليت على طول مره واحده مفاجئ اللي هنا يعزل ده لوحده، برضه هتلاقي الملعب كله اتقلب معاه، لان ده في الاول والاخر ميد بلوك. يعني احتماليه انه يكون خطر عليك مش زي لو انت عملت الاوفرلود ده في اللو بلوك، لان لما نعمل اللو بلوك دلوقتي ما ينفعش تعمل الاوفرلود ده قوي تخلي لعيبتك كلها تروح ناحيه واحده. من الاخر هيبقى الوضع ده خطر، اللي انت تحمل على ناحيه واحده اللي فيها الكوره. هي حلوه هنا في الميد بلوك. تعال نشوف هنا بقى في اللو بلوك بص بيبقى عامل ازاي. ترجع مثلا هنا نعملها 4. فلما يبقى الوضع كده زي ما انت شايف هنا، اصلا انت متكتل، ما ينفعش الكومباكت اللي عملته هنا يبقى هنا. ليه؟ لان انت لو عملت الاوفرلود اللي هتعمله على اللي معاك كوره هنا زي ما انت شايف، ان الوضع هيبقى زي ما انت شايف كده. بص ده عادي هيدخل الفيرود عادي جدا هنا يزيد، وده نفس القصه. بص ده بيروح مع ده، ودول كلهم بيروحوا الناحيه دي. بص فده بيعمل ايه لما بتعمل الاوفرلود بتاعك. كمان ممكن يزيد لك الباك اللي من ناحيه اللي معاك كوره عادي جدا، يدخل هنا ويعملوا روتيشنات هنا، فبالتالي بيبقى عدد زياده قوي عندك هنا. بتلاقي عادي جدا الفيرود ذات نفسه او لعيب نص الملعب في الزون 14 اللي فضيت، لو لعيب كمان كورته عاليه هيعرف يعدي من واحد او اتنين على الاقل، او يعرف يلعبوا باصات صغيره بحيث يعملوا سويتش هنا على طول. هيلعب لونج باص عادي جدا في الزون 14 اللي هنا. فانت تستغرب من الوضع اللي انت ازاي لو بلوك وفي شوتات من الزون 14 ازاي ده لو. هو كل القصه انه اجبرك انه يسحبك في تلت الملعب بتاعك. عادي جدا الفيرود اللي هنا دخل مكانه عادي، وزاد الباك كمان اللي كان من الناحيه دي بقى جوه، والفيرود عادي جالك نص ملعب او وقف في مكانه في زياده وطلع لقدام لعيب نص الملعب وزاد في الزون 14. ايا كان هيسبب لك خطر. 90% اللي بيحصل ده بتبقى اخرته جون من شوطه من هنا من منطقه الزون 14 هنا. لكن لو انت اشتغلت على لعيبتك من حيث الادوار الوظيفيه بتاعتهم كويس، يعني اللي يروح يضغط على اللي معاه الكوره لازم يكون في حد مغطي وراه، لازم يكون في لعيب وازن الملعب. انت فاهم ازاي؟ فبالتالي اللعيبه مش هتتحرك يمين او شمال، لان انت اصلا هنا عامل اللو بلوك. كده انت بتساعده لما في اللو بلوك اصلا بتروح له ناحيه معينه. انت اصلا ميزه اللو بلوك اللي انت عامل حيطه سد قدام الجون بتاعك، تحمي الجون بتاعك. ما ينفعش تروح يمين او شمال. ممكن تروح يمين او شمال في الميد بلوك ده عادي طبيعي، لكن اللو بلوك لا. وتخلي بالك من كل حركه، لان انت الزحزحه بس زياده كفيله تخلص الماتش. زي ما بقول لك بتبقى محفظ اللعيبه ان هو امتى يتزحزح مع الخصم ويروح يمين وشمال ويمشي على حسب اللعبه ويعمل كومباكت مع فرقته، اللي هم يبقوا كتله واحده في كل ناحيه في الميد بلوك. لكن ساعه اللو بلوك لا، احنا مش عايزين نروح يمين او شمال على قد ما احنا عايزين نحافظ على مكاننا، واللي فينا يروح اللي وراه يغطي مكانه. دي اللو بلوك. لكن ما ينفعش كلنا نروح يمين او شمال، هيعمل زياده عليك الخصم زي ما انا قلت لك، هيجبرك ان انت تتزحزح، فبالتالي هيبقى في زياده فهيلاقي مساحه. واتمنى تكون التفصيله دي وصلت، لان انا جايبها من ماتشات معينه، مش جايبها كحاجه وحافظها، لا هو الحوار ده حصل في ماتشات وخلصت بجوان رغم ان الفرق عامله دفاع منخفض عادي وفي تكتل. فاللي هو كنت بستغرب ازاي يبقى في تكتل واللو بلوك وبتخلص بشوطه في المكان اصلا المفروض يبقى فيه تكتل. الزون 14 هنا ازاي يعني يجي الجول منها والفرقه عامله كلها دفاع منخفض وعاملين عدد كويس في الدفاع المنخفض؟ فاللي هو لا، زحزحك يمين او شمال في اللو بلوك بسبب الزياده اللي بيعملها. لكن اللعيبه بتاثر في الادوار الوظيفيه بتاعتها، كله بيقفل على بعضه، كله بيحمي بعضه، فبيروحوا كتله واحده زي اي حته في الملعب. لكن لا، اللو بلوك لا، الواحد اللي يطلع بحساب، الراجل اللي يروح يضغط ده بحساب، لازم حد يغطي مكانه. ما ينفعش فرقه كلها تروح تسانده، لا احنا اصلا ورا هنساندك ايه اكتر من كده. فلازم اللعيبه تعتمد على نفسها كمان في ال1 في 1 الواحد على واحد. لا احنا بنسند بعض نغطي على بعض، لكن لا، هنا اللي بيروح يغطي ورا التاني. بس انت تركز قوي في ال1 في 1 واحد على واحد ما يعدكش بسهوله، او تسيبه ياخدك واحد واثنين وتقدر تخسر في منات ويفضي مساحات. وبالذات لو الخصم عنده جناحات او لعيبه اطراف باكات امكانياتها عاليه الفنيه، فلا هو يعرف بتاتش واحد او يعدي واحده واثنين ويوصلها للعيب اللي في الزون 14. مش لازم نغير ونحاول نخترق، بسيطه يرجع لورا ويشوط. وبس اتمنى اللي انا كان نفسي اوصله يوصل. وكان معكم حازم زناد. حد بيحب يعرف كره تلعب ازاي؟ سلام.